الحضور الأكارم في هذا اليوم المبارك من أيام غرة شهر رمضان المبارك، وفي هذا المساء القاهري الذي نحتفي فيه بهذه الأيام المباركة، وفي رسالة سامية من عنوان المجلس الموقر، وهو المجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية. حقيقة هذا العنوان الجاذب للمستمع المصري والعربي، لكونه يتضمن رسالة سامية في دعم القيادة السياسية المصرية في زمن وفي أوضاع استثنائية تمر بها المنطقة وتمر بها أمتنا العربية، حيث يصبح لزاما علينا جميعا الالتفاف ودعم القيادة المصرية في الحفاظ على مصر قائمة عملاقة ماردة في وسط المنطقة العربية باعتبارها قلب الأمة النابض، وهناك مشروع لتفكيك دولنا العربية والإسلامية. فعندما نقف خلف القيادة السياسية المصرية ودعم وحدة مصر وسيادتها وتفوقها العسكري، هو رسالة قومية وطنية سامية. فكل الشكر والتقدير لهذا المجلس الموقر ورئيسته السيدة الدكتورة هالة عثمان على هذه الرسالة التي يجب أن ينخرط بها الجميع، منظمات واتحادات، منظمات أهلية، منظمات مجتمع مدني، اتحادات، نقابات، وكل الأحزاب والأفراد يجب أن ينخرطوا في هذا الجهد الوطني، لأن الذي تمر به المنطقة هو كبير وخطير. هناك خرائط ترسم خلف الكواليس وداخل الغرف المظلمة لاستهداف هذه الأمة. فهنيئا لكم هذا تنظيم هذه الأمسية، وهنيئا توزيع المهام في عموم جمهورية مصر العربية لهذه الرسالة السامية لدعم القيادة المصرية. وأنا كعربي كعراقي معكم اليوم أعتبر نفسي أذوب في وسط الجمهور المصري، لا أعتبر نفسي غريبا، فأنا وسط أهلي وبين أخوتي وأخواتي، أجد نفسي ملزم في الانخراط بهذا الجهد الوطني الكبير كرسالة سامية عربية، والكل معني بها للحفاظ على مصر. فتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله. لا لا نقف معك. مساء الخير على حضراتكم جميعا، كل سنة وحضراتكم بكل خير، كل سنة وكل المصريين دايما في عزة وكرامة وشهامة. طبعا بحيي المجلس الوطني، أنا مش رئيسة، أنا وكيلة بس. بحيي المجلس الوطني بدعم رئاسة الجمهورية بكل قياداته، سواء من الرئيس الأمين العام أو حتى الوكيل أو سيادة المستشار سامح أو كل رؤوس اللجان. بحيي تحية خاصة لمعالي الوزير اللي نورنا وشرفنا النهاردة من الدولة الشقيقة العراق طبعا، ومعالي المستشار نورنا النهاردة، وكل الحاضرين اللي موجودين طبعا، المستشار فتحي الملا والدكتور فخر الإسلام معايا. بس أنا هتكلم في جزئية تانية. أنا رئيسة مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة. تشرفت السنة اللي فاتت عضو التحالف الوطني، تشرفت السنة اللي فاتت إن أكون في بروتوكول تعاون بيننا وبين المجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية، ومن ساعتها صراحة يعني وإحنا في تجاوب وتناغم وفي توافق في الأفكار والرؤى. النهارده واحنا بنتشرف ان احنا دعونا حضراتكم يمكن في العشرة الاواخر من رمضان او في العشرة الاواخر من ايام الله المحببه لي، عشان نسلم حضراتكم التفويضات. والنهارده 14 مارس، قلت طب انا هقول ايه، ده احنا النهارده اجواء رمضان ولبس رمضان وكده. بس انا دايما بيبقى لكل حدث حديث. 14 مارس 2026 فكرتني ب 14
مارس 1919. بعد 48 ساعة بالظبط هيبقى 16 مارس اللي هو يوم المرأة المصرية. يوم 21 مارس عيد الأم. يوم 8 مارس يوم المرأة العالمي. بتهيألي يبقى شهر مارس عايزين نكلم المرأة، وبالتحديد لما نقول نكلم المرأة احنا لو بنكلمها شوية كده في الأيام العادية، لا ده احنا في 2026 عايزين نكلم المرأة قوي ونقرب منها قوي. ليه؟ لأن احنا في فترة صعبة جدا، العالم كله في حالة اضطراب. ويمكن احنا كنا قبل ما نخش من شوية بنتكلم المجموعة اللي كانوا جوه في الأوضة بنتكلم على حرب العراق، بنتكلم على حرب إيران وأمريكا. كل اللي كانوا قاعدين قامات كبيرة وكل منهم دلى بدلوه، يعني اللي قال مين كسبان ومين خسران، هتخلص امتى مش هتخلص امتى، كل واحد يتكلم بشكل من وجهة نظر، وجميع أوجه النظر اللي اتكلموا فيها هي صحيحة. أنا النهاردة وإحنا بنتكلم عايزين نحط كل ده إنها وجهة نظر واحدة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عقائدية، كل حاجة. المرأة المصرية في الوقت ده احنا عايزين نلم بعضنا ونكلم نفسينا. احنا عايزين نقول لها خلي بالك، اولا نقول لها كل سنة وانت طيبة، دي واحدة. اتنين، نقول للمرأة المصرية اللي قد التحدي. من حوالي 100 سنة وشوية، 100 سنة و7 على ما اظن، كانت المرأة المصرية لا كان في نت، ولا كان في ذكاء اصطناعي، ولا كان في واتساب، ولا كان في تليفون محمول، ولا كان في اي حاجة غير حاجة واحدة، انتماء حقيقي ووطنية بس. خرجت المرأة المصرية يوم الأحد 16 مارس 1919 بالجلباب بتاعها الاسود، وهي بتحافظ على الوحدة المصرية، الهلال في ايد والصليب في التانية. 300 ست حركوا العالم كله، 300 ست وما عندهمش اي وسيله تواصل اجتماعي غير ان هم كانوا يروحوا للزيارات في البيوت، وكانوا النبلاء والاغنياء وولاد الناس اللي هم المستوى الاول هم اللي كانوا بيقودوا، يعني ما كانوش محتاجين حاجه خالص غير حاجه واحده، الحفاظ على الدوله المصريه وطرد الاحتلال وكرامه المراه والمفروض الإنسانيات. اجتمعوا يوم الأحد الصبح الساعة 9 قدام الكنيسة المرقسية في الأزبكية، وبدأوا يمشوا يروحوا لوسط البلد وهم ما يملكوش حاجة خالص غير إيمان جواهم وصوت عالي عشان يكلموا السفارات كلها والعالم كله إن المرأة المصرية ممكن تغير وجه التاريخ إذا أرادت. ممكن تغير وجه التاريخ إذا أرادت، لكن الإرادة دي جاية من التجمع اللي احنا فيه. خرجوا ومشيوا وبدأوا يتجولوا في وسط البلد وينادوا. كانوا الأول فاكرين إن الموضوع بسيط وهيمشوا الاحتلال حوالين منهم، وظلوا لغاية ما فعلا أثروا وأصبحت ثورة 1919. والمرأة المصرية في 16 مارس اللي هي بعد 48 ساعة قدرت تغير المشهد وتحلحل المكان والشكل العام للدولة المصرية، لأنها مؤمنة بأن لها دور حقيقي. وبالتالي وأنا النهاردة بتكلم بقول ما أشبه اليوم بالبارحة. النهاردة مصر ربنا يقويها، قيادات مصر، وأنا دايما فخورة، لأني بقول اللي بيحصل ده في استراتيجية حقيقية ودبلوماسية حقيقية داخل الأجهزة السيادية في الدولة المصرية، قادرة إنها تحافظ على هذا الكيان، وقادرة تحافظ على الدولة المصرية والكيان والأمن القومي بشكل أو بآخر، حتى لو شكل مش معلن ولكن بشكل خفي. ولكن أنا بقول إن في اللحظة اللي احنا فيها روح أكتوبر والدبلوماسية اللي كانت موجودة والخداع الاستراتيجي اللي كان موجود هو نفسه روح 2026، بل من 2020 لغاية 20